السلام عليكم ورحمة الله. حبايبنا غواة الحمام المراسلة المصري في مصر وفي كل دول العالم، أخباركم إيه؟ النهارده فيديو بسيط كده عن إزاي نقلب الحمام المراسلة اللون الأبيض. تمام، اللون الأبيض ده يعني أنا حابب أبدأ الموضوع باللون الأبيض، لأن اللون الأبيض ده أكتر لون أنا بحبه في الحمام عامة، فاستحملوني بقى. هنتكلم في الحمامة دي أو في اللون ده بالذات عن 5 نقط مهمين جدا. اول حاجه هنتكلم فيه عن التوب، تاني حاجه هنتكلم عن العظم، تمام، تالت حاجه هنتكلم فيه عن الدماغ وتكوين الراس بتاعه الحمامه، رابع حاجه العين، خامس حاجه الجسم بتاع الحمامه. تمام، هنتكلم عليهم نظري كده. كل نقطه من دول هتكلم عليها نظري سريعا كده، وبعد كده هنمسك ان شاء الله فرد حمام مع بعض، هنفصص ال5 نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول واحده واحده. اول حاجه هنتكلم فيها التوب بتاع الحمام المراسله اللي هو اللون ابيض، من الاسم كده بيبقى لونه ابيض. ما ينفعش يكون فيه اي ريشه غير اللون الابيض، هو الفرد بيبقى توبه ابيض صافي من غير اي شوايب. يعني ما ينفعش نلاقي التوب فيه اسود رصاصي، ما ينفعش نلاقي ريشه حمراء، ما ينفعش نلاقي اي لون غير الابيض. من اول صوابع رجليه لحد اخر ريشه في راسه كله ابيض من غير اي شوايب. ده اول حاجه. طب لو الفرد مثلا طلع فيه ريشه لون تاني، اسود، احمر، زرقاء، يبقى الفرد دوت الاهالي دخلوا فيها حمامه غير الابيض، دخلوا بقى مثلا الاب مثلا اسود، الجدود حاجه زي كده. فاول حاجه بنتاكد منها ان الفرد كله ابيض بدون اي ريشه غير اللون الابيض. ده اول نقطه، والنقطه دي مهمه جدا على فكره. تاني حاجه هنتكلم عنها العظم بتاع الحمام المراسله المصري اللون الابيض. الحمام المراسله المصري الابيض بالذات بتتميز بالوسامه. في حمام تاني زي السود بيبقى فيه قوه اكتر من الابيض، ولكن الابيض بيتميز بالوسامه شويه عن الحمام الاسود. بس مش معنى اللي هو وسيم اللي هو يبقى عظمه خفيف. ما ينفعش حمام مراسله يبقى عظمها خفيف. الحمام المراسله لازم يبقى عظمه تقيل، مش هنقول تقيل لكن هنقول محمل، عظم محترم متوسط كويس جدا. تمام، يعني ايه الكلام دوت هنشرحه عملي ان شاء الله مع بعض. والعظم يكون شبعان من تحت، لازم في اللون ده بالذات لازم العظم من تحت يبقى شبعان. يعني ايه شبعان؟ هنمسك فرد برضه وهنفصصه مع بعض وهنطلع يعني ايه كلمه العظم شبعان من تحت. العظمتين لازم يكونوا ماشيين مع بعض، مفيش اي تشوه في العظم. العظم لازم يكون طالع من النافوخ، من اول الراس من فوق خالص. تمام، الحمامه تكون بتبتسم وعظمها واسع من تحت مش ضيق، ما فيهاش اي شوايب او اي تخنيقات من العظم من تحت، وهنشوف ده ان شاء الله مع بعض دلوقتي. تالت حاجه هنتكلم فيها العين بتاعه الحمام المراسل المصري لونها ابكم. يعني ايه ابكم؟ يعني عين لونها اسود، ما ينفعش تكون لونها ملحي اللي هي الفاتح اللي هو لون السما، ما ينفعش كده، يبقى خرجنا من المراسلات دخلنا في باب تاني وهو الكرازليات. تمام، ما ينفعش تكون حمرا زي الجهر. تمام، الجهر دي ساعات بتيجي من ورا سود، ساعات بتيجي من ورا حمر، لكن الحمامه المراسله المصري البيضه العين بتاعتها ابكم اسود بدون اي شوائب في العين سودة كلها من اولها لاخرها. الجفن بتاع الحمامه المراسله البيضه يعتبر مفيش جفن ناعم جدا ورقيق جدا، يعتبر لو الحمامه مجفنه ده بيعتبر عيب في الحمامه. جفنه لونه ابيض مش احمر ولا رصاصي، لازم يكون ابيض فاتح، ما تفرقوش عن لون الجسم بالظبط. ده بالنسبه للعين. العين في الحمامه دي لازم تكون واسعه، ما ينفعش تكون عين ضيقه. ساعات ممكن في البضايره او في الحمر او في الزرق ممكن تلاقي العين ضيقه شويه، ده ما يعيبهمش، لكن في البيض لازم العين تكون واسعه. كل ما العين وسعت واكلت من الدماغ كل ما ده على فرد الحمام اكتر واداله نمر اكبر واكبر، وطبعا بيعلي سعره. النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي الجسم بتاع الحمام المراسلة البيضاء. الحمام المراسلة البيضاء بتتميز اللي هي مش ما فيهاش اجسام كبيرة، اجسامها لازم تبقى متوسطة، مش هنقول صغيرة، متوسطة، جسمها تلتين. تمام، ما ينفعش يكون فيها طول في الديل، ده في كل انواع الحمام المراسلة المصري ده عيب، وعيب خطير وعلاجه صعب مش سهل، لان بنقعد كذا جيل على ما نخلي العيب ده يروح. الجسم بتاع الحمامة لازم يبقى تلتين، واقفة على ديلها، فردة صدرها واقفة فيها، مش هنقول ممكن شموخ في الحمامة، واقفة نازلة كده تحس ان الحمامة مرسومة. تمام، الحمامة لازم تبقى متناسقة.
الرجلين بتاعتها قصيره مش طويله، لون الرجل فيها احمر، الضوافر بتاعتها بيضه، ما ينفعش ضوافرها تكون سودة. لو سودة هتعرف ان الحمامه دي داخلها حمام تاني، لكن لازم الضوافر دي تكون لونها ابيض، واللون الرجل احمر مايل للايه، للفوشيا كده شويه، وكل ما كان احمر اكتر كل ما بقى احسن. بس هو عامه لون الرجل يميل للاحمرار عامه يعني. الريش بتاع الجناح لا كبير ولا صغير، ريش متوسط يعني، لا عريض ولا رفيع، الريش بيبقى متوسط. تمام. اخر حاجه هنتكلم فيها بقى الدماغ. الدماغ بتاعت الحمام المراسلة المصري البيضة لازم تبقى صغيرة مش كبيرة. ما ينفعش الدماغ يكون فيها اي بطحات، ما ينفعش تكون مش مساوية. الدماغ لازم تبقى ماشية من اول العظم لحد قفا الحمام مساوية، ماشية بالتدريج كده، مفيش فيها اي تخبطات، اي حاجة طالعة او اي حاجة نازلة، ودي بنسميها البطحة. تمام. ما ينفعش الدماغ من ورا تبقى كبيرة، لازم تبقى صغيرة. ما ينفعش من هنا من ورا الخلقه بتاعت الحمام تبقى ضيقه، بنقول عليها الحمامه مخنقه من هنا، ما ينفعش يكون فيها اي مطبات من هنا. دي كلها كده النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، دي كلها دي اللي بتعلي فرد الحمام وبتخليه نقول على الفرد ده مميز او مش مميز. طيب تعالوا بقى نتكلم، هنشرح على فرد حمام دلوقتي، هنمسك حمامه هنتكلم عليها في كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي. هنشرح كل نقطة بالتفصيل على فرد الحمام دلوقتي. دي كده حمامة بيضة، دي نتاية. تمام. هنشرح عليها النقط اللي احنا اتكلمنا فيها واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عنها التوب بتاعها كلها بيضة، مفيش فيها أي ريشة سودة أو أي حاجة. اللي انتوا شايفينه ده قلة نظافة مني أنا، معلش. الحمامة بس يعني لونها مغير شوية عشان بس بقى لها فترة ما استحمتش، لأن احنا في الشتاء، فانا ما بحميش الحمام في الشتاء كتير. الحمامه كلها بيضه من اولها لاخرها. تمام. مفيش فيها اي ريشه تانية بتدل اللي هي داخلها اي حاجه تانية. ده اول حاجه. طيب تعالى بقى نتكلم عن العين. العين بتاعت الحمامه اظن كده باينه عند حضراتكم، سودة كلها. تمام. مفيش فيها اي شوائب، مفيش فيها اي لون، مفيش فيها كسره في العين. ده بالنسبه للون العين. طيب تعالوا كده بصوا للدماغ وللعين نفسها، هتلاقوا العين اكله الدماغ كلها. الحمامه دماغها عباره عن عين، لا اكتر ولا اقل. طيب تعالوا نبص على الجفن. جفن الحمامه املس، ماهوش مجفن، لونه ابيض نفس لون طوب الحمامه، ماهوش لا احمر ولا رصاصي. تمام. ده بالنسبه للون العين والجفن بتاع الحمامه. طيب تعالوا نتكلم في العظم بتاع الحمام المراسلة المصري، ودي اكتر حاجه بتميز الحمام دوت عن اي حمام تاني. تعالوا نشوف العظم ما شاء الله شبعان، العظم نازل بدوران، عظمها من تحت تقيل مش رفيع، عظمها ما شاء الله الاتنين ماشيين مع بعض. تمام. بالنسبه للحته اللي قدام دي حاجه احنا بنعملها اسمها كوي، وهنبقى نعمل لها فيديو مخصوص ليها باذن الله. طيب العظم بتاع الحمامه دي بالنسبه لتكوينها ولانها نتايه، ده بالمستوى ده تبقى ما شاء الله حاجه محترمه جدا، وحاجه من الحاجات المستويات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي مستوى عالي. طيب تعالى نتكلم في حاجه مهمه جدا في جسم الحمامه. جسم الحمامه زي ما قلنا لحضراتكم تلتين. الحمامه اهي شبر بالظبط، شبر ويمكن يزيد حاجه بسيطه. دي الحاجه القياسيه للحمامه دي. الديل هتلاقوه نازل على ريشه، بيبقى نازل عامل كده بالظبط، والحمامه لما بتقف بتبقى واقفه على ديلها. طيب بالنسبه للون الرجلين، لون الرجل بتاع الحمامه زي ما حضراتكم شايفين احمر، الضوافر كلها بيضه، مفيش فيهم ضافر اسود او ضافر داخله اي لون تاني. لون الرجل زي ما احنا قلنا احمر مايل اللي هو يبقى لون وردي. تمام. طيب تعالوا بقى للحاجه المهمه جدا، دماغ الحمامه. دماغ الحمامه زي ما انتم شايفين بنسميها او انا بسميها بندقه، دماغ صغيره قوي. الدماغ كلها عباره عن العين اكله الدماغ كلها. طيب ازاي بقى نشوف لو فيها مثلا اي مشكله في الدماغ او حاجه؟ بص يا فندم لحركه الصباع دي، الحمامه ايدك ماشيه مع الحمامه من الاول للاخر، ايدك من اول هنا لحد الاخر وانت ماشيها كده، ما لاحظتش اي مطبات، ما لاحظتش اي بروز في الحمامه لا من قدام ولا من ورا. طيب الحمامه من هنا يا ترى الحته دي مخنوقه فيها او ضيقه فيها؟ لا، الحمامه ما شاء الله مساويه، دماغ الحمامه مظبوطه. طيب عظمها من تحت
شبعان ولا لا؟ العظم من تحت الشد اللي احنا بنقول عليه من اللي هو ده من تحت ما شاء الله العظم من هنا مساوي جدا. يبقى الحمامه دي لو جينا نتكلم عنها هنقول اللي هي مستوى ما شاء الله كويس. طيب تعالوا نجيب حمامه شابه نتكلم عنها. دي حمامه كبيره منتجه بيضه شغاله، دي حمامه منتجه. طب تعالوا نجيب حمامه شابه نتكلم عنها. ثواني. بسم الله. دي مش هنقول زغلوله، شابه، وهي لسه باين عليها اللي هي بتغير الريش بتاعها ولسه هتكمل. يعني ده كده الحمامه دي لسه هتكمل. طيب تعالى برضو نتكلم على كذا حاجه سريعه كده. اللون زي ما احنا قلنا، الرجلين والضوافر برضو زي ما احنا قلنا، الدماغ دماغ صغيره، العين لونها اسود، اكله الوش كله، الدماغ والعظم نازل بدوران وسايح كله على بعضه. الحمامه دي اقصر من شبر، يعني الحمامه دي ايد اهي، ايد اهي بالظبط اخده الحمامه كلها. تمام. ده كده جسم مثالي للحمامه. لو جينا وقفنا الحمامه، يعني لو جينا وقفناها كده هنلاقي الحمامه واقفه على ديلها. تمام. الحمامه هتلاقوها واقفه فارده صدرها، راسها لفوق مش راسها ممدوده لقدام. كل الحاجات دي المواصفات اللي احنا بنتكلم عنها حاجه في الحمام. كده يبقى احنا ان شاء الله لمينا كل حاجه تخص الحمام المراسله المصري في اللون الابيض. ان شاء الله ما نكونش نسينا حاجه يعني. وفي النهايه كده هبقى اعرض لكم فرد واقف في سلاكه عشان تشوفوا الفرد واقف كامل بهيئته بوقفته بالطله بتاعه الفرد بالمواصفات الكامله بتاعه فرد الحمام. انا اخوكم عمرو ياسر، واتمنى الفيديو ده يكون فات حضراتكم. السلام عليكم.